انا نفسي اعرف الزمالك رايح على فين يا اخي، يعني بصراحه حاجه تزعل. الزمالك رايح على فين؟ انت اللي نفسك تعرف. امال انا اقول ايه؟ لا حقيقي الزمالك بيضيع وبيغرق وكل الناس واقفه تتفرج. انا مش عارف فيه ايه، مش عارف. يعني حقيقي فعلا كلامك صح، يعني الزمالك عامل زي ما يكون واحد بيغرق في النيل والناس كلها واقفه على الشط بتتفرج عليه وهو بيغرق وما بيعملوش حاجه، واقفين عاملين له كده. طب وبعدين؟ المشكله عندكم ان الاداره لسانها طويل وبقه على الفاضي وبتخبط في النادي الاهلي. طب النادي الاهلي ماله؟ يعني النادي الاهلي ماله ذنبه ايه؟ يعني مش فاهم انا. اهو ده بقى العيب اللي محيرني، مش عارف ليه كل واحد ما بيركزش مع فريقه. يعني خليك في فريقك وخلي الناس في فريقها، احنا مالنا ومال غيرنا، ما نركز في فريقنا. شوف بقى يا غريمي، احنا عندنا في الاهلي اداره وتخطيط ولجان واعيه وناس عارفه هي بتعمل ايه، وطبعا في فلوس لان النادي الاهلي مستقر. تخيل بقى احنا عندنا عكس كل اللي انت قلته عليه، لا اداره ولا لجان ولا تخطيط ولا فلوس ولا اي حاجه خالص، ولا ادب ولا احترام. يعني الدنيا رايحه في داهيه. انت عارف انت حلكوا ايه؟ انتوا حلكوا معجزه، يعني ينزل عليكم معجزه من السما كده عشان تنشلكم اللي انتوا فيه. ده انا خايف اصحى في يوم الاقي زيزو وفتوح مضوا في الاهلي، لا والونش كمان راجع. يعني خايف الثلاثه دول يروحوا الاهلي، هتبقى كارثه. يعني انا مش عارف ايه اللي هيحصل بعد كده. اهو احنا نفسنا في كده، يا ريت يجوا والله. واقول لك على حاجه، انا حاسس ان هم هيجوا، الكلام ده قريب قوي. انت هتقول لي ما انا عارف وخايف. طب تتوقع الزمالك يختم الدوري في المركز الكام؟ قول لي بقى. الزمالك ممكن ينهي يا سادس يا سابع، يعني عندك الاهلي، بيراميدز، فيوتشر، زد، ممكن المصري، فالزمالك ممكن يبقى سادس، ولو الاتحاد دخل الزمالك هيبقى سابع. هتبقى مصيبه. والله انا ما صعبان عليا في الموضوع ده كله غيرك انت، والله انت يا غريم اللي صعبان عليا. انا بصراحه يعني ربنا يكون في عونك. بص بقى، ربنا كبير وربنا يولي الاصلح، واحنا كزملكاويه لينا رب اسمه الكريم.